تشرب ايه؟ شيشة تفاح. شيشة؟ شيشة. شيشة يا نهى. صدري منبش، عايزة كح. أهلا بيكم في الحكاية بالبلدي. الشيشة. النهاردة هنتكلم عن الشيشة اتنشأت فين ومين اللي صنعها وإزاي اتعملت. أول حاجة الشيشة اتنشأت في الهند وبلاد فارس، وكان أول من استخدموها في المرجوانة أو التبغ أو الحشيش، ودخل تدخين أوروبا على إيد كريستوفر كولومبوس، وكان وقتها شبه الشيشة كده لاعتقادهم في فوائدها الصحية والروحانية وغيره. قال المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي إن بعض الدول الإسلامية زي الدولة العثمانية مثلا، إن الوالي العثماني سنة 1743 منع التدخين وعاقب المدخنين اللي بيتمسكوا. المهم، جه عالم فيزيائي من شمال فارس اسمه عبد الفتاح الجيلاني، اخترع للسلطان المغولي جلال الدين أكبر شيشة. اخترعها من حبات جوز الهند، خرمها خرمين وحط فيها نصها مية، وحط في الفتحة الأولانية عود من الخوص، والفتحة التانية حط فيها القعدة أو الحجر، وكان بيتحط فيها المعسل أو التبغ أو الحشيش أو أيا كان اللي بيضربوه بقى. ومن هنا اخترع العالم عبد الفتاح الجيلاني أول حجر أرجيلة في العالم، ومن هنا جت فكرة الشيشة. وعشان كده جه مصطلح كلمة الجوزة اللي احنا بنقولها دلوقتي. كلمة أرجيلة في اللغة الفارسية هي جوزة الهند، وتطور شكل الشيشة لغاية لما زي ما احنا بنشوفه دلوقتي كده. ومعلومة كده على الماشي، الشيشة اللي يقعد يشرب فيها من 45 دقيقة إلى 60 دقيقة كأنه شرب 100 سيجارة. يعني اللي بيقعد يشرب شيشة من 45 دقيقة إلى 60 دقيقة متواصلة كأنه شرب 100 سيجارة. شكرا، وربنا يتوب علينا وعليكم التدخين. روح يا شيخ وتعالى بسرعة. بتعمل ايه يا حاج قرموطي؟ امك افتكرتك شيشه. قوم انا من هنا.